3 نصايح يخليوك تقد المرقة صفاقسية وتخرج لك بنة تعمل ستوستين كيف. المني هذا ما يغيبش على كل طاولة في صفاقس خاصة في رمضان. النصيحة الأولى تهرس راس كامل ثوم بالملح ولازم تزيد معاه الكمون وتزيد تهرسهم بالبي من بعضهم. بعد في الطنجرة متاعك تخلي بزيت زيت، تحط الفلفل يتقلى ومن بعدين تنحيه وتخلي بصلة متوسطة تتذبل، تزيد لها الفلفل الأحمر ودوبة يتقلى شوية وانت تسقي بقطيرة ماء، وبعد زيد لها طماطم مكعب مرحيين وطماطم حكة وهيك الثوم اللي حضرناه. تخلي كل شيء يتقلى سلة وفي الاخر ترجع له الفلفل باش يتلون ويتشبع بك الصوص. بعد نهزوا الفلفل متاعنا مع شويه تقليه في صحين، التقليه متاع العاده والسنه، ونمرقوا الصوص. نحاولوا ما نكثروا لهاش الماء ونتعداو الاستوس الثانيه. نستعملوا حوت جويد، هذا يتسمى حوت مريقي. انواع متاع حوت مريقي يتباعوا سبيسيالمون للمرقه، يجيبوا المرقه ابن بياسر، نملحوهم ونزيدوهم وقت اللي المرق متاعنا يغلي. النصيحه الثالثه نستعملوا نوع متاع كسكسي باهي برشا. انا اخترت المره هذه نستعمل المغلوث متاع سنابل اللي هو مصنوع من القمح والشعير، وكيما اي كسكسي عادي نزيدوا له الزيت والملح ونبلوه بشويه ماء ونخليوه على جنب يرتاح. الحوت هذا للشويان هو اختياري، نملحوه نخليوه يسيب الماء نتاعو وبعدين نفوحوه بلفاحات اللي قاعدين نشوفوا فيهم في الفيديو، نخليوهم يتشربوا لفاح نتاعهم ونحطوا المغلوث نتاعنا يتفور ما بين المرقه نتاعنا طابت سله. وهيك الحوت اللي سقطناه في المرقه نظفوه بالبي ونزيدوه على الفرس نتاع البريك، واللي فضل منه نزيدوها في المرق نتاع الشوربه، اي شوربه المهم تكون مرق نتاع نفس المرقه اللي طيبنا بها. وتوما بقانا كان نسقيو المغلوث، نبداو بالطبيعه بالتختوخ ومن بعدين نصفيو المرق في الكسكاس باش ما نطيحوش الشوك في الكسكسي، وهكا يكون عشينا كامل حضر. وكان عجبتك الدباره خليلي قلب.